السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، النهاردة عندنا شوية كشري عسل تحفة. كلنا بنعمل الكشري وكلنا اساتذة فيه، بس عايزة اقولك على تكة صغيرة كده هتنقلك الكشري في حتة تانية خالص، وهتحسسك ان انت قاعدة في افخم محل بتاكلي فيه كشري، وهيكون افخم من المحل كمان. سر كده من اسرار المحلات. هقول لكم احنا بنعمل ايه. انا معتمداها من سنين، ومن ساعة ما اتقالت لي المعلومة ديت وانا ماشية بيها، وعلى طول بشتغل بيها. الكشري بتاعي في البيت بيخلوا العيال يعني بينسوا الكشري بتاع بره خالص. عندك هنا المقادير، اي اصناف مكرونة عندك اشتغلي بيها، مفيش اي مشكلة للمكرونة. هنا بالنسبة للصلصة بتاعتي زي ما انت شايفة كده انا ضاربة طماطم. وخلي بالكم يا جماعة، الطماطم الايام دي غالية جدا، فالمحلات بتشتري اي انواع من انواع الطماطم، سواء بايظه سليمه. ده بيفرموا ده على ده، ما بيفرزوش عشان ما تخسرهمش. فيا ريت نهتم بصحتنا وبصحه ولادنا، ونحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نختصر حاجات كتير قوي ونعملها في البيت. هنا بقى عندي نص كيلو من البصل، سواء بصل احمر، سواء بصل ابيض. هقطعه جوليان كده، وانا البصل ما بحطش عليه ولا نشا ولا بحط عليه دقيق، وبيطلع محرمش ومقرمش زي ما انتوا شايفينه كده. بصفي البصل بتاعي. المادة الدهنية بتاعتي اللي بتنزل من البصل بستعملها في الصلصة، وكمان بستعملها في الرز ابو شعرية. يعني مش كتير، يعني انا بحط قيمة الصلصة، اسفة، قيمة الزيت اللي هستخدمه للصلصة لكل الحاجة بتاعت الكشري. هنا بقى انا بسيب الشوائب الصغيره ديت اللي متكسره من البصل عشان انزل عليها الصلصه، عشان تديني ريحه البصل في الصلصه. وهقول لكم ايه السر اللي انا بعمله في الصلصه عشان تنقلك الصلصه من بيتي للمحلات، واجمل واطعم كمان من المحلات. انا هنا بعمل كل حاجه لوحدها. بعمل الرز لوحده، والعدس لوحده، تحمر الشعريه تخليها اللون الذهبي الجميل كده، وتنزلي عليها بالرز، وتحيقي الرز بتاعك خالص. احنا الرز بتاعنا يا جماعه بنعمله بزيت، زي ما أنا قلت لكم. انا خدت الزيت بتاع البصل، بصفيه بمصفى ضيقة وباخد منه بستعمله، بيديلك نكهة جميلة جدا جدا للكشري. وهنا كنت خلصت العدس وطفيت عليه، هصفيه دلوقتي. هنا بقى بالنسبة للصلصة بتاعتنا هقول لكم انا هعمل ايه، بس لما نزود الرز بتاعنا المية بتاعته والحياء بتاعه، وبعد كده نرجع للصلصة تاني ونشوف احنا هنعمل ايه. هنا بقى تعالى اقول لكم على السر. السر اللي بيخلي الصلصة بتاعتك بتاعت البيت زي المحلات، هي معلقة التوم النية دي. ما تحمريهاش، حطيها نية، ومعاها معلقتين من الخل. هتنقلك الكشري في حتة تانية خالص. هتخليكي فعلا انت نقلت المحل عندك في البيت، بس بجودة ونظافة وطعم مختلف جدا جدا عن الكشري بتاع الشارع. هنا بقى كنت خلصت الرز بتاعي، وكمان صفيت المكرونة، وابتدي بقى ان انا اقدم الرز. الاول بحطه، بعد كده المكرونه. انا عارفه ان انتوا كلكم اساتذه في الكشري، بس انا عامله الفيديو ده مخصوص للصلصه، السر بتاع الصلصه اللي انا بقول لكم عليه. لان في ناس كتير بتحمر التوم وبتحط عليه الطماطم، ودوت بيبقى حامي جدا جدا على المعده، وما بيبقاش خفيف، وما بيديكيش الطعم بتاع التوم الني. بعد كده احنا صفينا المكرونه بتاعتنا. زي ما انا قلت لك استعملي اي مكرونه عندك. انا لقيت عندي اللي هي الخواتم الكبيره دي، قلت مفيش مشكله. بتاع المحلات بتبقى صغننه، لما بيكون عندي صغيره بعمل مكرونه اسباجيتي. اي نوع مكرونه عندك استعمليه، مفيش اي مشكله. حتى لو عندك مكرونه قلم، في الاخر وفي الاول انت عامله شويه كشري بايديك الحلوين، ربنا يحسن ما بين ايدك وايديا يا رب، اللهم امين. هنا بقى بتاخدي من الصلصة بتاعتك بتعملي شطة. انا ما بعملش شطة زيت، انا باخد من الصلصة بحط عليها شطة من اللي عندي. شطة الزيت احنا ما بناكلهاش اصلا لانها بتبقى حامية جدا، وبعدين عشان تعمليها بتشرق البيت كله، فانا ما بستعملهاش. خدي معلقتين في بولة صغيرة كده، وحطي عليهم نص معلقة من الشطة، هتبقى زي الفل وهتأدي لك الغرض. بالنسبة للدقة، الدقة انت بتجيبي كوباية مية، بتحطيها على النار. اول ما بتغلي بتنزلي عليها
بنص معلقة من الثوم المفروم، شوية كمون، شوية كزبرة، شوية خل، ليمونة كبيرة، تديها غلوة، وبعد كده بتسيبيها تبرد، وبعد كده بتستخدميها. ادي الدقة بتطلع جميلة وحلوة. متنسيش الكمون كمان، تحط لها شعرة كمون كده، بتبقى تحفة وجميلة. زي ما انا قلت لكم الشطة اهي، وادي الدقة، وادي الصلصة بتاعتنا اللي احنا هنحطها زيادة جنب الاطباق. ده الطبق بس للتقديم. انا بس غرفت بقى كله، كل واحد بطبقه بطبقه، بس انا غرفت طبق كبير عشان احطه للتصوير يعني. والبصل برضو حطينا طبق بصل، لان في حد بيحب بصل زيادة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكنت طلعت منه بمعلومة مفيدة، وجربوا الصلصة اللي انا قلت لكم عليها دي، بجد هتفرق معاكم كتير جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، وتكتبوا لي كومنت حلو واللايك. سلام عليكم.